ازاي اقدر اعمل سوفت تيشو شيبنج وسوفت تيشو كونتورنج اراوند الامبلانت بتاعي، واعرف منين ان الامبريشن بتاعتي از ات ويل واللاب هيعمل لها ابروفل ولا عندي مشكله during taking الامبريشن اراوند الامبلانت. كذلك برضو ازاي اختار الاباتمنت، هل الاباتمنت اللي اخترتها وجبتها من الشركه من الاول هل هي هتنفع معايا في الكيس ولا محتاج ان انا اعمل موديفيكيشن الاباتمنت او حتى ايفن كاستمايزيشن الاباتمنت. واخيرا اختار الماتيريال الفاينل زيركونيا ولا اي ماكس، وايه نوع الزيركونيا اللي اختارها اراوند ماي امبلانت، ولو عندي تو امبلانتس جنب بعض اعمل لهم سبلنتنج ولا لا، وامبلانت وناتشرال اعمل لهم كونكشن ولا لا. كل ده ان شاء الله هنتكلم مع بعضينا في الجزء الخاص بالبيزك امبلانت بروستاتكس مع اس بي سي. ان شاء الله هنتكلم في ذات بارت ستيب باي ستيب، بدايه الرحله خالص من السوفت تيشو شيبنج اب تو هنجو ثرو اختيار الامبريشن تكنيك المختلفه والاباتمنتس المختلفه، كذلك الفاينل ريستوريشن وازاي ان انا اظبط الامبلانت سبورتد اوكلوزال كونسيدريشن. وطبعا احنا عاملين زي كاستمايزيشن. بعد ما نخلص الرحله دي ستيب باي ستيب هنشوف مع بعض ازاي اعمل ديجيتال سكاننج لماي امبلانت بوزيشن. عندي سكانر في العياده، عندي سبلاي بيسبلاي مي بسكان بودي، ازاي ان انا اعمل بروبر سكاننج للامرجنس بروفايل والامبلانت بوزيشننج باستخدام الانترا اورال سكانرز المختلفه الافيلبل في الماركت. هل احتاج اعمل سبرينج الباودر اراوند ماي سكان بودي ولا هو دايركت سكانبل، وازاي اعمل كوميونيكيشن مع المعمل في اس تي ال فايلز، وازاي اقدر اعمل كوميونيكيشن مع المعمل في اختيار التيتانيوم بيزز او حتى ايفن الكاستمايزد اباتمنت باستخدام الديجيتال ورك فلو. فولد باي لو عندي حاله مور اند مور كومبليكيتد، هل احط في الفول ارش كيسز فولي ايدنشلس، هل احط 4 امبلانتس ولا 5 امبلانتس ولا 6 امبلانتس. وبعدين لو هعمل اختيار لعدد الامبلانتس دوت، هل احط الامبلانتس بتاعتي فين، واتس ماي كي امبلانت بوزيشن، ازاي ان انا اختار الفاينل سوبر ستراكشر ماتيريال ايفن اف قبل ما اعمل امبلانت بوزيشننج. كذلك برضو ايه هي البرنسبلز اوف الجايدد سيرجريز في الفول ارش كيسز، وكذلك ازاي ان انا اقدر اختار من زيركونيا فول ارش ولا تيتانيوم فريم ورك وعليه زيركونيا ولا بيك فريمز ولا حتى ايفن نعمل تيتانيوم بار وعليه الاكريليك دنشر. كل دي سelection كرايتيريا مختلفه ان شاء الله هنسترس عليها ستيب باي ستيب في الادفانسد بارت 2 الادفانسد امبلانت بروستاتكس. ان شاء الله في انتظاركم في الرحله الطويله نتكلم فيها في كل ما يخص البيزك امبلانت والادفانسد امبلانت بروستاتكس.